بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد وأخبار جديدة أنقلها لكم عبر صفحتي على اليوتيوب. طبعا في البداية كل سنة وكل إخواتنا المسيحيين بألف خير وصحة، وربنا يا رب يجعل أعيادهم كلها كده فرحة وينصر أهل فلسطين. ينصر أهل فلسطين. خلينا نبتدي معاكم في البداية كده بما يحدث داخل نادي الزمالك. ما الذي يحدث داخل نادي الزمالك؟ أنتم عارفين إن أعلن نادي الزمالك ومسؤوليه عن تواجد الكابتن معتمد جمال كمدير فني مؤقت إلى أن يصل المدير الفني الأجنبي لنادي الزمالك. معه داخل هذا الجهاز إبراهيم صلاح، اللي كان في يوم من الأيام أحد لاعبة خط النص في نادي الزمالك. الزمالك بيفاضل في الوقت الحالي ما بين سيمبا والّا سيما البرتغالي، مش سيمبا، سيما البرتغالي، وأيضًا البرازيلي ميكالي. لأ، وداخلين كمان في حتّة الفرنسي، يعني بيدوّروا برضه على مدير فني فرنسي، زي باتريس كارتيرون لو تفتكروا مثلًا. ولكن يعني في الوقت الحالي هو معتمد جمال. نعتمد على معتمد وربنا إن شاء الله يكرم كده والدنيا تبقى في اللذيذ منّه. ويتخطى نادي الزمالك هذه الكبوات الكثيرة التي تحدث معه يعني في الفترة الأخيرة يعني. بس أنا مش فاهم بجد والله تغيير المدربين الكتير ده. هل أنت كزمالك إنبي، مع احترامنا لإنبي، هل أنت كزمالك حرس الحدود مع احترامنا لحرس الحدود؟ هل أنت كزمالك اتحاد مع احترامنا الشديد لنادي الاتحاد وجمهوره العظيم؟ هل الزمالك بقى عامل زي الأندية اللي أنت خايف لحسن ما يبقاش في الدوري؟ بجد والله العظيم أنا باتفرّج ما أعرفش الناس دي بتدير النادي ده إزاي؟ يا جماعة كل نادي وليه وضعه وليه شكله وليه قيمته. ما ينفعش أنا النهارده أتعامل مع نادي الزمالك على أساس إن هو نادي زيه زي أي نادي في الدوري. يا عم خلّي بالك شوية، ركّز شوية. هات معتمد، لأ هات مدير فني أجنبي، لأ مشّي معتمد، جه المدير الفني الأجنبي، لأ مشّي المدير الفني الأجنبي، هات أحمد عبد الرؤوف، لأ مشّي أحمد عبد الرؤوف، هات معتمد لحد ما ييجي مدير فني أجنبي إيه؟ إيه؟ مستني إيه طيب؟ يعني أنت عايز إيه طيب؟ إيه اللي أنت منتظره طيب من فريق عمّال يتلوّن بكل الألوان ده ليه؟ ما أعرفش، مش عايزين نطوّل في السبهللة عشان خاطر إحنا زهقنا خلاص من كتر السبهللة يعني. لعل وعسى آآ يبقى في نتيجة في الآخر يعني. أنت وأنا وكل الناس اللي بتتفرّج عارفة كويس جدًا المشكلة لا في مدير فني ولا في لعيبة، المشكلة في إن الناس دي تحس باستقرار، والاستقرار بييجي بالماديات. إزاي النهارده أنا أبقى نادي واقف على رجلي ب ب بكل اللعيبة واخدة مستحقاتها، أنا باطالب، أنا باعاقب، أنا باخصم مستحقاتي. ما أنت النهارده لمّا بتخسر بتقول لهم إيه؟ معلش يا جماعة شكرًا، مش هنعمل كده تاني مع السلامة، بكرة إن شاء الله في تدريب، جُم ما جوش يالّا يا باشا، زي ما تيجي، تيجي. أنا بس ما أعرفش يعني هل ده تعامل جيد؟ هل ده مفيد؟ أكيد طبعًا لأ. طيب. نروح لحاجة تاني ليها علاقة بالنادي الأهلي. وعاد الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم جامعة كاريوفيا الروماني لدائرة اهتمامات النادي الأهلي. ف ف يرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بمهاجم أجنبي سوبر لحل أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق الأحمر في الوقت الحالي. وفعلًا الأهلي بيعاني في الوقت الحالي بسبب مهاجم. أنت شُفت اللي موجود أداؤه عامل إزاي ومستواه عامل إزاي. محمد شريف لا يرتقي تمامًا، يوم up ويوم down. مش هو اللاعب اللي أنت تقول ده الصقر، ده القناص، ده الفلتة، ده معلش لمّا الكورة تبقى من أي اتجاه هو بيتواجد في المكان المناسب، لإن هو أصلًا half left. يعني هو أصلًا مركزه half left، مش مهاجم أصلًا. هو أصلًا مش قناص، يعني مش هو المهاجم اللي أنت تعتمد عليه كمهاجم صريح. في مهاجمين كده بتوع الصندوق.
أنا يا باشا قدّام، ورا، أنا عارف إزاي أتعامل مع الحتّة دي، أتواجد فين، مكاني إيه، إيه المطلوب منّي، أنزل إمتى آخُد الكورة، إمتى أسلِّم، إمتى أستلم، إمتى أبقى موجود في الحتّة بتاعة إن أنا ظهرت مايسترو شوية بسيطة مع بن شرقي، بس برضه أنت محتاج مهاجم. خلّينا يعني واضحين شوية مع بعض يعني، أنت محتاج مهاجم ضروري جدًا. آمم أسامة أبو علي بعد اللي أثبته في تواجده لمّا كان موجود، يخلّيك غصبٍ عنّك تقول لأ، أنا ما عنديش مهاجم فعلًا، حتى لو أي مهاجم إفريقي في الفترة اللي فاتت كان موجود في الأهلي. لأ، أسامة أبو علي اللاعب المهاجم الصريح اللي عنده مميزات كتير أوي مش موجودة. الراجل ده كرات ثابتة بقى لنا سنين ما شُفناهاش من ساعة ما أبو تريكة مشي أو عبد الله السعيد. أسامة أبو علي هو اللي كان بيعمل ده، وكان بيعملها وأنت متأكد بنسبة 80% إن هي جول. مش عايز أبالغ لأن دي كرات ثابتة. ضربات جزاء الواد جوّه الصندوق وبرّه الصندوق، حاجة يعني بصراحة لن يعوّض الأهلي وسام أبو علي، من الآخر. تقول لي بقى يمين، شمال، أنا مش شايف حاجة غير كده، ودي قناعاتي أنا الشخصية يعني. طيب، من ضمن برضه اللي بيحصل داخل النادي الأهلي، وأنتم عارفين إن الأهلي ينقصه مدافع، وينقصه باك شمال، وينقصه مهاجم. فالكابتن سيد عبد الحفيظ مُصمم إن هو يتعاقد مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، شايف من وجهة نظره إن هو ده اللاعب اللي يستحق نسخة مصغّرة شكلًا وموضوعًا من الكابتن وائل جمعة، فلعل وعسى يكون هو ده الشخص اللي هيقدر يوزن ما تبقى من دفاع الأهلي في الفترة الأخيرة، مع إن كان ياسر إبراهيم أو حتى ياسين مرعي، فاهمني؟ شايف من وجهة نظره إن هو عمرو الجزار هو الأنسب للفريق. طيب، لمّا بقى في تواصل ما بين الأهلي والبنك الأهلي، كان الرد من خلال البنك الأهلي ما فيش مانع. الأهلي واقف عند 20.000.000 جنيه، والبنك الأهلي قال الكلمة دي أو قال الرقم ده للأهلي، والأهلي واقف عند حتّة اللي هو ليه 20؟ مش كتير 20 يا بنك؟ كده يعني، فاهم؟ إيه بقى اللي ممكن يتم ده ما أعرفش، يعني ما أعرفش إيه اللي ممكن يتم، بس أنا شايف إن في مغالاة حقيقية في كل اللعيبة والله، مش بس لعيبة البنك يعني، في كل اللعيبة. أنا مش مقتنع تمامًا إن أي لاعب هينتقل لأي فريق خلاص هو ده اللي هيبقى لأ، يعني أنت النهارده هتكسب جمهور، وهتكسب نادي، وهتكسب فريق، وهتكسب سفر ومشاركة في بطولات مختلفة، وأنت بتتكلم في الأهلي يعني. الأفيد ليك زي ما الأهلي كده باع لبرشلونة، بتتكلم في برشلونة، هي نفس القصة، البنك بيبيع للأهلي، يعني فخلّي الدنيا في القريب يعني، مهما كانت القصة إيه يعني شكلها عامل إزاي. فالمقابل المادي هو الذي سيحسم موقف النادي الأهلي من إتمام الصفقة أو صرف النظر عنها. حلو، حلو. طيب، قفشة، اوعى ييجي لك قفشة. قفشة هو صاحب القضية، هو صاحب الهدف الأغلى في مسيرة الأهلي. آبى من آبى، وسيبقى قفشة هو اللاعب الذي ما زال يسعد جماهير الأهلي، وهم في غلاوة كبيرة أوي في قلوبهم من خلال قفشة. شايفين إن قفشة لأ، صاحب القضية، لم ولن أحد يفرط في هذه الفرحة. ليه؟ لأن أنت النهارده كنت واثق، بل وكنت يعني تتمنى أن يكون سكوادك شبيه بسكواد الزمالك في الوقت اللي كان فيه فرجاني ساسي ومصطفى محمد وطارق حامد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأوباما والونش وفتح الله وأبو جبل وفتوح، وإيه يا عم؟ إيه يابا، إيه رايح فين ده كله؟ كل دي لعيبة كانت موجودة جوه الزمالك، أنت متخيل كم اللعيبة بتتكلم بقى قدامك الناحية التانية؟ عمرو السولية، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، بيرسي تاو. فعشان خاطر أنت تتفوق على هذا التيم أو هذا السكواد،
في موقعة يعني تُصنَّف من المواقع اللي هي بقى عارف للتاريخ، مباراة القرن، نهائي دوري أبطال إفريقيا في ظِل ما كان صاحب المؤسسة الأخرى شيل اليافطة حُط اليافطة، إحنا نادي القرن، فتعالَ بقى ألعب مباراة القرن فتخسر، فأنت إيه ده؟ فتقلق، فيبقى الموضوع ورقة وقلم بتاعك وعلى أرض الملعب مش بتاعك، فاهم إزاي؟ ده كان حال لسان كل الأهلاوية يعني، فيأتي محمد مجدي قفشة بجرأة شديدة ويحرز هدف القاضية الذي لن يُنسى من عقول الأهلاوية، فدايمًا قفشة هو شخص مش سهل إن أنت تستغنى عنه ولا سهل إن أنت تتعامل معاه على أساس إن هو لاعب زي أي لاعب كان موجود في الأهلي، عشان ما أطوّلش عليك يرفض قفشة محمد مجدي قفشة يرفض فكرة الصفقات التبادلية قولًا واحدًا، ما تودينيش مكان واحد وتجيب واحد مكاني عشان دي في حقي مش هاقبلها، فطلب قفشة أن يرحل بشكل منفرد ويحدد وجهاته التي يرغب في الانتقال إليها، ويفاضل ما بين سيراميكا والبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية اللي إحنا فيها دي. كل التوفيق لمحمد مجدي قفشة، أنا من اللعيبة اللي باحبها جدًا، قلبه أبيض ولاعب كويس وأنا باحبه جدًا يعني محمد مجدي قفشة صراحة، من اللعيبة المحترمة يعني أهلاوي وزملكاوي لا يختلف على قفشة، لأن قلبه أبيض وطيب يعني، يستاهل كل خير وإن شاء الله يرجع لمستواه ويكسر الدنيا يعني. أنا باشكر حضراتكم شكرًا جزيلًا وأشوفكم إن شاء الله على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.